هل تدري يعني نتكلموها بصراحة، تفضل. الجار المغرب عندهم 6 ملاعب، هناك ملعب واحد مغطى. هل هذا هو فهمت التنافس؟ أنا يعني نتأسف كثير يا أخي. شفنا دي ريزو من المغرب، من أجانب، من هذيك، أصبحنا مضحكة يا أخي. في هذا الأمر أصبحنا مضحكة في هذه. لازم كفاءات يا أخي الناس. قبل ما تشوف الفيديو كنتمنى تشترك في القناة وتفعل الزر ديال الجرس. ما تنساش تشجعنا بلايك. فهمتني اللي نقولوه. روح مباشرة إلى الشان. رضا، الشان 4-5 أيام نحن جاهزون لاحتضان هذه المنافسة. مرحبا بجميع الأفارقة بمن طلب طائرة خاصة من الرباط إلى قسنطينة. يتم الرفض الآن، يتم الإعلان القائمة الرسمية لمشاركة المغرب. الموزمبيق تشارك، أوغندا تشارك، ولا شيء. البعض أراد تشويش، البعض يقول هذا الشيء. أخي الجزائر قوية بالدبلوماسية تاعها، الجزائر قوية فهمتني برجالها. الحمد لله الحمد لله. تكلمنا في الماضي حكيم، كانت ناس ما تامنش في البلاد هذه. ملعب قعد 20 سنة وهما نديروا في 6 أشهر أصبح جاهز. هذه الناس. شفنا وزير السكن كيفاش يروح ما يروحش اون كوستيم كرافات، شفناه يروح يعني بلباس تاع يعني كما يقول لك خدام، رايح خدام للفريق. هل ضربنا عصفورين بحجر واحد بأننا ضربنا من كان يريد التشويش على هذه البطولة، وكسبنا نقاط أخرى لكأس أفريقيا 2025؟ الجزائر كسبت ملاعب بمعيار الدولية. هل تدري يعني نتكلموها بصراحة، الجار المغرب عندهم 6 ملاعب، هناك ملعب واحد مغطى. هل هذا هو فهمت التنافس؟ أنا أرى باللي لو يكون هناك تنافس يعني صحيح وتنافس عادل، راح الجزائر يعني تكون تشرفنا في 2025، وكل البلدان الإفريقية راهي تساند في الجزائر. هذا هو الشيء اللي طيب حكيم، ألم يفعلوا كذلك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط رياضيا وفي القمة العربية سياسيا، ولكن لم يفلحوا. الجزائر عندها رجال يا حكيم، خلينا من كلام الشعباوي ولغة الخشب. الجزائر عندها رجال، تعرف حتى لما يكون المشكل، أو كان تفضل معنا تاع اللي كان معنا المره اللي فاتت رضا، فكرت سي قمريش قال لك يا استاذ، قال لك احنا لحتى ويكون نقائص يجب العمل نردها ايجابيه ومن بعدين نتحاسب. عندنا واش عندنا؟ عندنا كوب دافريك. سي قمريش من رجال الخفاء. على بالي والله يا حكيم، هذه الميزه اللي عندنا، ولكن بتضافر الجهود بالوعي تاعنا كامل. احنا دوك انا كصحفي ولا الاخرين ذاك التقني ولا الاخ تقني ولا كونسيلتون، ولا كل واحد في بلاصتو يعاون باش يسقم الامور، ماشي هذاك ما دارش وهذاك دار هذاك، لا هكذا ما ننجحوش. يجب ان نضع ايضا الاشخاص مناسبين. انا معك حكي. نضع واحد يستقبل ربما ويدير بعض التصرفات التي غير ايجابيه، مع ربما بحثه لازم تستقبله حتى ولا دير مترجم ولا دير اي شيء. شفنا فيها ايضا حكيم، شفنا في هذا الموضوع هذا يعني والله يعني نتأسف كثير يا أخي. شفنا دي ريزو من المغرب، من أجانب، من هذيك، أصبحنا مضحكة يا أخي. في هذا الأمر أصبحنا مضحكة في هذه. لازم كفاءات يا أخي الناس اللي فهمت، دير مترجم. أنا نظن باللي رايحين نديروا الشان، فهمت، هناك فرق اللي يتكلموا باللغة الإنجليزية. عندنا معاهد يا أخي، جيب أشخاص اللي يتكلموا باللغة الإنجليزية وحط معاهم كل فريق، حط له في الفندق شخص جميل اللي يتكلم معاه بالانجليزي. مع فؤاد سمحت طبعا رئيس بعثة منتخب موزمبيق اللي عبر عن رضاه بظروف الإقامة في الجزائر والظروف المهيئة قبل انطلاق الشان. هذا شيء إيجابي، ولما ليس من يسمع كمن يرى، كما يشوف أمامه. هذا رئيس بعثة منتخب الموزمبيق. سمحت طبعا فؤاد، تفضل. أنا من أقرأ في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الحملات في بعض المواقع، الكرواتيون يريدون العودة إلى بلادهم، الفرنسيين لم يستقبلوا جيدا في وهران، ولكن في أرضية الميدان شفنا تصريحات أخرى وأمور أخرى. لذا يجب تضافر الجهود ومنع هذا الناس والابتعاد عن الانتهازيين الذين يحبون الجزائر، إلا
لما يكونوا فيها. لا صحيح، لازم مهم جدا ما تحدث بيان سور حكيم، لازم يكونوا جزائريين 100%. رئيس بعثة منتخب الموزمبيق ماذا تحدث بعد وصوله؟ طبعا لعبوا ضد رديف مولودية الجزائر وانهزموا بثلاثية مقابل هدف واحد، ولكن ماذا قال عن ظروف الإقامة رئيس بعثة الموزمبيق؟ أعتقد أن كل الظروف مهيئة ونشعر بالرضا هنا كأننا في منزلنا منذ فترة طويلة، ونحن نأمل في زيارة الجزائر والتعرف على هذا البلد. الآن نحن هنا ونشعر بسعادة كبيرة. المنافسة لن تكون سهلة، لكننا نحضر أنفسنا كما يجب لنلعب كل مباراة على حدة، ثم سنرى ماذا سيحدث. قمنا بالتحضير الجيد لهذه المنافسة والآن نحن ننتظر بدايتها. هكذا هم الإفريقيين يحترفون بأن الجزائر جاهزة وقبلهم الإقامة. لم نوفر لهم أحيانا والله لم نوفر لهم لا خط مباشر ولا شيء. جاوا لقاو كل شيء جاهز عادي جدا، وظروف مهيئة، لا تشويش ولا شيء. واش تطلب حكيم؟ تطلب ظروف إقامة مريحة وملاعب للتدريب. الآن رسالة أعطيها للجماهير الجزائرية سواء في قسنطينة، في وهران، في الجزائر العاصمة، في عنابة، وأني لست متخيل على أنه ربما تكون عادات أخرى، لأن عاداتنا نستقبل تذكير فقط، فذكر إن نستقبله بشكل جيد ولا نصفر على نشيدهم بشكل رائع. هكذا نحن الجزائريين. طبعا المنتخب الجزائري، أنا أبدأ بنجاح الدورة. لماذا؟ نجاح الدورة هي الصورة الحقيقية لبلدنا الجزائر، الذي الكثير بقصد أو غير قصد، بمخططات أو بدون مخططات، يريد تقزيم هذا البلد العظيم الذي يستطيع أن ينظم كأس إفريقيا 2025. من الجانب الآخر نريد أن نفرح جماهيرنا بالفوز باللقب، ولكن نحن لا نضغط على الحكام وعلى المنظمين وعلى الكاف وعلى المنافسين. مرحبا بالجميع، والكل يتنافس في منافسة شريفة. يهمنا نجاح الدورة أكثر من النجاح باللقب. ما رأيك؟ أول نجاح هو احتضان هذه الدورة، ثاني نجاح المنشآت الجديدة، وثالث بإذن الله أولا قبل كل شيء لا يجب الضغط كثير على هاد اللاعبين وتحميلهم أكثر من قدراتهم. نريدها حفلا. رضا متام، اليوم التعادل مع منتخب غانا والشان جاهزين الجزائريين، ماذا نبحث بالضبط من هذا الشان؟ في المقابلة هذه حكيم فهمت تسمح للمدرب الوطني بضبط التشكيلة الأساسية. نعم. ليه وخاصة يعني اللاعبين مدى جاهزية اللاعبين يعني في هذا. الآن نتكلموا بصراحة حكيم في هذا الشان هذه راح يكون مستوى يعني متوسط، لأن يعني معظم اللاعبين الأفارقة اللي يروحوا 17 سنة 16 سنة يروحوا للاحتراف، اللاعبين اللي الممتازين راح تشوف يعني مقابلات في يعني في مستوى متوسط. ان شاء الله الحفل راح يكون عرس ان شاء الله. واحنا احنا مع هذا يعني هذا الشان هذه راح تشوف يعني مدى يعني كما يقول لك قيمه المناصر الجزائري والحضاره تاعو فوق. رانا شفنا عائلات اللي راهم في الميدان، عائلات في فوق الميدان، وهذا الشيء يشرف حكيم سامحني. وكنا نتكلموا عليه لان احنا كنا بحاجه لمنشآت كما هذه، لملاعب كما هذه، ولكن لازم نغير الذهنيات. الناس اللي راهم يسيروا في كرة قدم مع جاهزية هذا الملاعب لازم يروحوا، حدهم برك يروحوا. هناك محتاجة الجزائر للكفاءات حكيم، الناس ذات مستوى عالي في التسيير في المانجمنت في كل الاشياء. شكرا جزيلا الاصدقاء ديالي وخوتي العزاز، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو، كنتمنى تعطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك كنتمنى تباركوا على داك اللايك باش الفيديو هذا يتبارطاجا ويوصل لجميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه، كل ما اشتركتوا في القناه فعلتوا الزر ديال الجرس
كل ما توصلتوا بالجديد ديالنا. تهلاو لي فراسكم بزاف، موعدنا في فيديو قادم كيف العاده. كان معكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا MR News.